خاص ويكون في تفاعل أكثر، لكن نحن يعني في نهاية الليل لم نستطيع أن نعمل شيء، ففضلنا أن يكون هذا اللقاء في هذا المكان. أما بخصوص السؤال، نحن أولا نقدر لإخواننا في الخليج والأصدقاء سواء في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية جهودهم من أجل المساعدة على إخراج البلد من هذا المأزق، وفي الحقيقة كل اليمنيين تواجين لحل مثل هذه القضية. وأنا أعتقد ونجزم بأن الحلول إذا لم تكون حلول منطقية وحلول يعني تتوافق مع متطلبات الشعب، فأعتقد أنها لم تكون حلول منطقية. فإذا تم يعني الاتفاق ما بين فرقاء العمل السياسي، لكن أعتقد أن اللقاء المشترك أكد بأنه جزء من الجزء وليس الكل. هناك بقية الشباب لا زالوا في الساحات، لكن لو افترضنا أنه تم الاتفاق على حل مثل هذه المشكلة والوصول إلى حل بما فيها تنحي الأخ الرئيس في موعد محدد والخروج من هذا الأزمة، فأنا أعتقد أن الجميع سيرحبوا بمثل هذا يعني الاتفاق. وما يهمنا بالدرجة الأولى أن يتم تنفيذ هذا الاتفاق، لا يكتفى بالاتفاق بل يجب أن يتم تنفيذ هذا الاتفاق. سمعنا البيان، وأنا استنتجت من البيان أنه ما خرجش عن أهداف الثورة الستة بغض النظر عن الترتيب. يعني نعيش الثورة اليمنية من أولها. صفوة المجتمع اليمني أراهم هنا يعني في هذا القاعة من المؤتمر ومن تجمعات أخرى ومستقلين ومن قوى قبلية. الأحداث الأخيرة أثبتت أن اليمني البدوي الذي ينام بندقه في جانبه طلع إلى الميدان بصدر عاري، ويقال أن القول ما صدقه الفعل. عبد العزيز جباري ومحمد علي أبو لحوم ومحمد صالح قرعاوي محمد الشامي هل نأمل أن يكون الفعل هو ما صدق القول في هذه الساحة دون تردد، دون عواطف، دون رجوع، دون عودة إلى الماضي؟ شكرا كثيرا. شكرا جزيلا. نحن نجزم بأننا ما خرجنا إلا من أجل المصلحة العامة، ولا خرجنا من المؤتمر الشعبي العام إلا لاعتقادنا بأنه من المصلحة العامة أن نقدم على هذه الخطوة. ونعتقد أننا سنعمل في المرحلة القادمة من أجل البلد ومن أجل المصلحة العامة ولا شيء غير المصلحة العامة. والتاريخ يعني يعرف من هذه الشخصيات، والشعب اليمني يدرك ويعرف من هم أصحاب المصالح ومن هم أصحاب العمل الحقيقي الذي يقدم مصلحة الوطن على مصالحهم الشخصية ومصلحة الوطن أولا وأخيرا. أستاذ عبد العزيز، أنت ناطق رسمي باسم كتلة النواب الأحرار. أنا علي الطبيبي، صحيفة المصدر. ناطق رسمي باسم كتلة النواب الأحرار، والكتلة برئاسة عبد محمد بشر. واليوم في كتلة اسمها العدالة والبناء. هل انضمت كتلة الأحرار النواب الأحرار في هذا المحتوى أو الكيان الجديد، أم تأثرت هذه الكتلة بتصريحات طارق الشامي الذي قال أن المنشقين من المؤتمر الشعبي العام هم يعني فاسدين ومجرمين أو إلى آخره؟ كذلك رئيس الجمهورية في اجتماع اللجنة الدائمة قال أنه أو سيحققوا مع المنشقين أو سيفصلوهم، ولا أدري كيف سيتم فصل إنسان استقال أصلا. السؤال هو ما مصير كتلة النواب الأحرار؟ شكرا جزيلا. الحقيقة نعم، احنا عندما تقدمنا استقالتنا من المؤتمر الشعبي العام على رجال النواب فضلنا أن نشكل كتلة وسميناها كتلة الأحرار لعدة أسباب. أولا نعلن أننا يعني غير منضمين إلى أي تيار أو كيان سياسي آخر، وكنا يعني نأمل أنه بعد إنشاء هذه الكتلة أن يتم تكوين حزب سياسي لنعمل من خلاله. الآن وجدنا أن هناك شخصيات محترمة على الساحة الوطنية وشخصيات لها تاريخ مشرف في الساحة اليمنية.